في الغرب وحده 3000 مركز فيترولوجي مستقبل استشرافي يدرس الحالة العربية والحالة الإسلامية كل قطر على حدة. يعرفون أصول القبائل العربية في سوريا. ذات يوم باحث بريطاني يحدثنا عن قبيلة عنيزة. أنا أجزم أن ثلثي العرب لا يعرفون قبيلة عنيزة في سوريا، لكن هم لماذا يبحثون عنها؟ لكي يشقوا الصفوف فيما بعد. مثلما فتحوا مركز لدراسة ثقافة بلاد النوبة في السودان، مثلما فعلت فرنسا عندما فتحت الأكاديمية الأمازيغية البربرية في الجزائر حتى تضرب الوحدة الترابية في الجزائر، وبعد 20 سنة أسسوا حزبا تمزيقيا يطالب بدولة أمازيغية في الجزائر. يعني كنت أتمنى لو أن أدوارد سعيد ما زال حيا رحمة الله عليه ليعطينا دروسا في الثقافة الإمبريالية وكيف تستغل الثقافة في خدمة المشاريع السياسية. أيها المسلمون اقرأوا، أيها المسلمون تعلموا.